السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا النهارده بصوا انا كنت بره وجيت خلاص على ميعاد الغدا. يعني بصوا، يعني يمكن انا اتاخرت كمان على ميعاد الغدا، فحبيت ان انا اعمل الغدا السريع ده. بصوا لان خلاص يعني كانوا خلاص شويه والدنيا بقى، انا لازم يعني ميعاد الغدا ده لازم يكون الغدا جاهز وكل حاجه جاهزه. فانا صراحه اتاخرت، فقلت بقى اعمل لهم الغدا السريع ده. وبما اني بقى انا هعمل الغدا افتح بقى الكاميرا اعمل معاكم الصينيه الجامده دي. بصوا بقى صينيه من الاخر، دي صينيه بقى تاكلي منها وتحسي ان بطنك دي مليانه قد كده. طبعا معايا بقى تونه. طبعا انتوا عارفين بقى التونه دي عندي من بقى لها يجي شهر كده في الفريزر. دي التونه السويسي. طبعا نضفتها كويس تنظيفه كويسه ونقعتها بالملح والليمون. طبعا انا كنت شايلاها في الفريزر زي ما هي. كنت الاول بنضف السمك واشيله في الفريزر، لقيت طعمه بيغير من التلج ومن الفريزر. يعني استحبيت، دي معلومه كويسه قوي ليكم. شيلي السمك اللي مثلا لو هتحطي حاجه في الفريزر شيليها زي ما هي، ما تنضفهاش. ساعه ما تيجي تطلعيها سيبيها تفك وبعد كده نضفيها، بتحسي ان هي ما بيغيرش طعمها. طبعا نضفت التونه بقى ونقعتها بالملح والليمون. قعدت شويه وبعد كده شطفتها شطفه كويسه وزي ما انتم شايفين كده. جبت بقى بصلتين كبار قطعتهم وحطيت عليهم ملح وكمون ونيدة صغيره، حاجه بسيطه ما تذكرش من الفلفل الاسمر، ما تذكرش جدا يعني. وشويه كزبره ناشفه، كزبره ناشفه لزوم بقى السمك انتوا عارفين. وهنا جبت بقى في الهون. بحب انا بقى ادق في الهون، مش بحب صراحه حته الكبه هي بس بحس انا بستريح للهون. حطيت بقى فيه توم وحطيت فيه فلفل زي ما انتم شايفين كده وشطه. هدقها بقى دقه كويسه كده وانزل بيهم ايه على البصل اهو. بس انا هفصل بقى الكاميرا عشان الصوت. اهي دقيتها دقه كويسه. طبعا الثوم والفلفل والشطه، عندك فلفل احمر حطي، شطه حمرا حطي، اللي عندك حطي. طبعا انا ما لقيتش الاخضر. رحت حطهم زي ما انتم شايفين كده على البصل بقى، على البهارات اللي انا قلت لكم عليها. ومعايا هنا طماطمتين اقطعهم برضو قطع صغيره كده، تقطيع عشوائي يعني مش لازم يعني ايه. طبعا انا مستعجله وعايزه اخلص صراحه بسرعه، وقلت دي اسهل غدا ان انا ممكن اعمله وفي نفس الوقت هما بيحبوه صراحه يعني. فقلت بقى ايه، مش هياخد مني اي حاجه. طلعت بقى الفلفل والطماطم والليمون انتوا عارفين بقى الخضار اللي بيبقى في التلاجة. قلت بقى في ثانيه اعملها يعني مش هتاخد معايا وقت في سواها ولا هتاخد معايا، ما بتكملش 10 دقايق على النار. طبعا انا قطعت الطماطم وعصرت بقى ليمون. بس قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو بتاع بنتي اللي عملت في البيتزا. والله انا ما ساعدتها في اي حاجه اللي زي ما انتوا شفتوا كده، وممكن في العجن بسيط لان انتوا عارفين سنها ما تقدرش تقاوم للعجن. وما رضيتش تعمل في العجين. صراحة. بس انا بقى التعليقات عندي مقفولة، معرفش في الفيديو ده هجرب النهاردة. حاولت ان انا افتحها مش كانت عايزة تفتح خالص خالص خالص. اي كومنتات بقى سامحوني. مش حتى في ناس اتصلت عليا تابعيني قالوا لي الكومنتات عندك مقفولة، فقلت لهم بقى مش عارفة. حاولت افتحها ما اتفتحتش. المهم انا جبت بقى هنا عملت بقى الدقه دي الجامده دي بقى، بصوا خطيره، عايزه تتاكل نيه. وجبت بقى التونه وبدات احشيها. ممكن ما تحشيهاش، ممكن ترصيها كده زي ما انتوا شفتوا، بتحطي شويه في قاع الصينيه بشويه زيت وترصي بقى التونه كده. بس بقى مش قادره اقول لكم، يمكن انتوا عارفين اللي متابعني، ادي ليمون للسمك. يعني بصي عصري ليمون على قد ما تقدري. بصوا بقى باقي التتبيله شكلها تحفه، تفتح النفس بجد وهي نيه. بألف هنا وشفا لكل كل منها. وطبعا جربوا الصينيه دي خطيره. وفي وقت يعني انت لو بره، حتى لو في البيت وتاخرتي على ميعاد الغدا في ثانيه هتعمليها، مش هتاخد منك اي وقت. طبعا بعصر ليمون اهو، ليمون فريش، بيدي مزازه كده للتونه او اي سمك صراحه، بتفتح نفس النفر. وهنا بقى قلت ارش شويه زيت كده على الوش وهولع عليها على البوتاجاز من فوق. طبعا الصينيه دي ممكن بعد ما تجيب السوائل بتاعتها كده وتحس ان هي خلاص استوت او نشفت، ممكن تدخليها الفرن على الشوايه تاخد لون من فوق. بس انا بحس لما بدخلها الفرن وبفتح الشوايه او تاخد لون من فوق بحس ان هي بتنشف،
للي عارفين اكل التونه، التونه عايزه دايما تبقى جوسي كده، طريه كده معاكي زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا بتغلي عامله ازاي؟ طبعا انا بسويها فوق وما بدخلهاش الفرن صراحه على الشويه، والافضل ان انتي تسيبيها بالطريقه دي. طبعا هنا كانت استوت صراحه، هي ما بتاخدش 10 دقايق على النار. بصوا خطيره بجد، تستاهل بقكم. والبصل بقى استوى والطماطم تحفه. تبقى شويه زيتون كده جاي لي من سلفتي الغاليه على قلبي كده حبيبتي، ربنا يخليها يا رب. وطبعا وعيش بقى مفقع. وصراحه نسيت بقى اقطع بصل بخل، يعني نسيت في التصوير، بس انا قطعت بصل بخل وعملت شويه سلطه خضراء. بس انا كنت مستعجله عشان اصور معاكم عشان احط لهم بقى الغدا. طبعا بصوا احلى اكل ممكن تاكليه بجد. يعني السمك، الحاجات اللي هي النواشف دي يا جماعه بتاكل. بألف انا وشفا لكل اللي كل منها، بألف انا وشفا لكل اللي هيعملها. هتعجبكم بجد، وهتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لكل اللي بيعملها انا متاكده ان في ناس كتير بتعمل الصينيه دي، لان التونه يعني مستحبه اكلها يا مقليه يا صينيه. كده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى ان انتوا الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان الفيديو بتاع الفيديو اللي قبل ده بتاع البيتزا يكون عجبكم. واتمنى ان لو انتوا عاجبكم فيديوهات ان انا ادخل بنتي معايا او كده، او فيديوهات زي كده، عرفوني في الكومنتات. وما تنسوش بقى تتابعوني على التيك توك وعلى الفيس وعلى طبعا على اليوتيوب. كده كده انتوا معايا، واللي مش مشترك يشترك، واللي مش مشترك بجد هيفوتوا نص عمره، لان فيديوهاتي سهله جدا جدا جدا. في غمضه عين كده نكون عاملين احلى غدا، في غمضه عين هنكون عاملين احلى غدا باسهل توفير، باسهل وقت، وباقل امكانيات بجد والله. وبحاول باقصى جهدي ان انا انزل، لان الظروف اللي الناس كلها فيها ربنا يعين كل بيت ويعين كل الناس يا رب. بحاول ان انا انزل فيديوهات تكون خفيفه كده وتكون سهله كده. الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.